يا اهلا بيكم يا شباب في حلقه جديده هتاخدنا لاقوى 10 مسلسلات قصيره في رمضان 2025 واللي بتتميز باقوى قصص وافكار بعيدا عن المسلسلات الطويله اللي في الغالب بتكون فيها مط في الاحداث. قبل ما نبدا حلقتنا الممتعه ما تنساش كالعاده تدعمنا بلايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جايه. المسلسل رقم 1 في قائمتنا هيكون مسلسل النص من بطولة أحمد أمين وأسماء أبو اليزيد وصدقي صخر. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة بيحكي لنا عن نشال بتتغير حياته تماما لما بيشكل فرقة لمواجهة الاحتلال الإنجليزي مكونة من مجموعة نشالين مع مساعدة فتاة ليل وضابط شرطة، وبيقدر أحمد أمين وفرقته مقاومة الاحتلال، فبتتحول حياته من نشال لبطل شعبي بتحكي عنه الأجيال. المسلسل بيتميز بأسلوب بيجمع بين الكوميديا والأكشن والتشويق، وهيقدم لنا قصة مستوحاة من أحداث حقيقية لعبد العزيز النص اللي كان من أشهر النشالين في فترة الثلاثينات، وهنشوف أجواء القاهرة القديمة من اللهجات والديكورات، وده اللي هيخلي المسلسل مختلف وليه طابع خاص مميز جدا. المسلسل هيتم عرضه على قناة أون وسي بي سي ودي ام سي وقناة الحياة، وهيكون من إخراج حسام علي ومن تأليف عبد الرحمن جويش. المسلسل رقم 2 في قائمتنا هيكون مسلسل ولاد الشمس من بطولة طه دسوقي وأحمد مالك ومحمود حميدة. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة بيجسد فيها محمود حميدة مدير دار أيتام الشمس، وبينشأ فيها شابين وهما ولعة ومفتاح اللي بيقرروا التمرد عليه بسبب استغلاله لأبناء الدار في أعمال السرقة والنشل. المسلسل هيتميز بالدراما الاجتماعية والتشويق والإثارة من خلال الصراعات اللي هيواجهها أبطال المسلسل وعدد الحلقات المناسب عشان تكون القصة مكثفة ومترابطة بدون أي إطالة. وكمان المسلسل بيجمع أحمد مالك وطه دسوقي لأول مرة في بطولة مشتركة، ومتوقع ليهم نجاح كبير جدا بسبب صداقتهم والكيمياء اللي بينهم. المسلسل هيتم عرضه على قناة سي بي سي ودي ام سي ومنصة واتشت، وهيكون من إخراج شادي عبد السلام ومن تأليف مهاب طارق. المسلسل رقم 3 في قائمتنا هيكون مسلسل منتهي الصلاحية من بطولة محمد فراج وياسمين رئيس وهبة مجدي. المسلسل بيحكي لنا عن صالح اللي بيترفد من شغله في بنك نتيجة حدث غامض بيكشف عن صراعات خفية داخل المؤسسة اللي بيشتغل فيها، وبيدخل السجن. ومش بس بتنهار حياته المهنية، كمان حياته الشخصية بسبب توتر علاقته بمراته اللي بتختار الانفصال عنه، وبتبدأ تتأزم علاقته ببنته الوحيدة، فبيدخل في دوامة من الإحباط. وفي وقت يأسه ده بيلاقي طريق لعالم القمار الإلكتروني، مقتنع بإن ده الحل السحري اللي هيرجع حياته من جديد، وما كانش مدرك إن ده هيوديه لطريق هيغير مجرى حياته للأبد. المسلسل هيتم عرضه على قناة ام بي سي مصر ومنصة شاهد، وهيكون من إخراج تامر نادي ومن تأليف محمد هشام. المسلسل رقم 4 في قائمتنا هيكون مسلسل أشغال شقة جدا من بطولة أسماء جلال وهشام ماجد ومصطفى غريب. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة وبيكمل لنا قصة حمدي وياسمين، وهم زوجين بيواجهوا صعوبة في تربية أطفالهم التوأم، وده اللي بيخليهم في حاجة قوية دايما لمربية أطفال، وبيمر عليهم شغالات مختلفة بيتحطوا معاهم في مواقف كوميدية كتير زي تعرض حمدي للسحر بسبب واحدة من الخدامات، وده اللي هيزود التشويق والغموض بالإضافة للكوميديا. المسلسل هيكون فيه مواقف كوميدية مميزة جدا يمكن أكتر من الجزء الأول كمان بسبب وجود ضيوف شرف مميزين جدا زي آية سماحة وناهد السباعي وفدوى عابد وانضمام علي صبحي للجزء ده. المسلسل هيتم عرضه على قناة ام بي سي مصر ومنصة شاهد، وهيكون من إخراج وتأليف خالد دياب. المسلسل رقم 5 في قائمتنا هيكون مسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة مي عز الدين وآسر ياسين ودياب. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة بيحكي لنا
عن سواق أوبر بعد ما خسر شغله في مجال الأدوية الطبية بسبب جائحة كورونا. بيقابل في طريقه ميار، شابة مطلقة بتعرض عليه الجواز كمحلل بعد طلاقها 3 مرات من جوزها، وبتتشقلب الأحداث في إطار رومانسي درامي عشان تغير حياتهم تماما. المسلسل بيتميز بمزيج من الدراما الرومانسية والكوميديا ومناقشة موضوع جديد حساس ونادر في الدراما العربية، وده اللي بيزود من حلاوة وتميز العمل ده. المسلسل هيتم عرضه على قناة أون وسي بي سي ودي ام سي ومنصة واتشت، وهيكون من إخراج وتأليف تامر محسن. المسلسل رقم 6 في قائمتنا هيكون مسلسل الغاوي من بطولة أحمد مكي وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، بيحكي لنا عن شمس، شاب بيحب تربية الحمام وشاطر جدا في تدريبه، وتربى في حي شعبي في الجمالية وساب تعليمه عشان يتعلم صنعة جديدة. وبتبدأ مرحلة في حياة شمس بتورطه في دايرة من الصراعات ما بتنتهيش لما بيفقد صاحبه اللي مات من القهر بعد ما قضى عقوبته في السجن. المسلسل هيكون تحول جذري في حياة أحمد مكي الفنية بعد شهرته بالأدوار الكوميدية لفترة طويلة، اللي نقلته لعمل درامي عميق بيعكس موهبته وقدرته على تقديم شخصيات معقدة. المسلسل هيتم عرضه على قناة أون وسي بي سي ودي ام سي وقنوات الحياة ومنصة واتشت، وهيكون من إخراج محمد جمال العدل ومن تأليف طارق الكاشف. المسلسل رقم 7 في قائمتنا هيكون مسلسل إخواتي من بطولة نيلي كريم وروبي وجيهان الشماشرجي وكندا علوش. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، بيحكي لنا عن 4 إخوات بيلاقوا نفسهم في موقف معقد لما بتحصل جريمة قتل لزوج واحدة فيهم، وفي أجواء مثيرة بتطلب الزوجة مساندة إخواتها ليها، وهتكون نيلي كريم الأخت الوسطى اللي دايما بتلم شملهم وبتحافظ على ترابطهم الأسري. المسلسل هيتميز بحبكة درامية مثيرة جدا وأحداث دسمة بتجمع بين الدراما والجريمة وإيقاع سريع بدون ملل، نسبة لأن المسلسل أصلا 15 حلقة وتنوع البطولة النسائية القوية اللي هتزيد من حلاوة المسلسل. المسلسل هيتم عرضه على قناة أون وسي بي سي ودي ام سي ومنصة شاهد، وهيكون من إخراج محمد شاكر خضير ومن تأليف مهاب طارق. المسلسل رقم 8 في قائمتنا هيكون مسلسل عايشة الدور من بطولة دنيا سمير غانم ومحمد كيلاني ومحمد ثروت. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، بيحكي لنا عن ست مطلقة وأم البنت مراهقة وطفل صغير بتواجه حياة بائسة على الرغم من كونها خدومة، وبتلاقي فرصة للحياة من جديد لما بتدخل الجامعة بدل بنت أختها بعد تعرضها لحادث أليم، فبتعيش حياة مزدوجة بين أم مثالية وشابة مرحة. المسلسل هيتميز بسيناريو وحوار مميز لأنه من تأليف وإخراج أحمد الجندي، واللي قدم لنا أعمال كوميدية ناجحة ومميزة جدا زي مسلسل الكبير قوي ومسلسل اللعبة، غير تنوع الشخصيات اللي متعودين نشوفها في مسلسلات دنيا سمير غانم. المسلسل هيتم عرضه على قناة أون وسي بي سي ودي ام سي والحياة ومنصة واتشت. المسلسل رقم 9 في قائمتنا هيكون مسلسل لام شمسية من بطولة أمينة خليل وأحمد السعدني ومحمد شاهين. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة في إطار درامي مشوق بيناقش المسلسل قضية التعدي على الأطفال اللي دايما كانت شاغلة الرأي العام والأذى النفسي اللي ممكن يتعرضوا له في مرحلة عمرية صغيرة، والتأكيد على إنها مش وصمة عار ومحتاجة مواجهة وعلاج ودعم من الأهل والقرايب. ومن المميزات المسلسل إنه بيتكلم على التحرش بالأطفال وأثاره النفسية، ودي قضية حساسة نادرة جدا في الدراما العربية، وده اللي بيزيد العمل بعد توعوي مهم. المسلسل هيتم عرضه على قناة أون وسي بي سي ودي ام سي والحياة ومنصة واتشت، وهيكون من إخراج كريم الشناوي ومن تأليف مريم نعوم. المسلسل رقم 10 في قائمتنا هيكون مسلسل 80 باكو من بطولة هدى المفتي ورحمة أحمد وانتصار. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، بيحكي لنا عن بوسي بنت في منطقة شعبية بتشتغل مصففة شعر موهوبة، ولكن بتواجه صعوبة في إنها تجمع 80,000 جنيه عشان مصاريف جوازها، فبتقرر صاحبة الصالون ترقيها عشان تشتغل مع العملاء الأعلى في المستوى الاجتماعي. ومع الأحداث بتنفتح على عالم تاني وأفكار مختلفة عن بيئتها بتخليها تغير نظرتها للحياة وأحلامها، وكمان المشاكل اللي هتقع فيها على مدار الحلقات اللي هتميزها بأجواء كوميدية مختلفة جدا. المسلسل هيتم عرضه على قناة MBC مصر ومنصة
منصة شاهد، وهيكون من إخراج كوثر يونس وغادة عبد العال في أول عمل فني بيجمع ما بينهم. وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. اكتب لنا كومنت بالمسلسل المفضل بالنسبة لك، وهل بتفضل المسلسلات الطويلة في رمضان ولا القصيرة بالنسبة لك أحسن؟ وقبل نهاية الحلقة كالعادة ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية.